في حياتنا دروب كتير وكلنا فيها تايهين ما بين أحلام وعوالم خفية، محتاجين دليل ينور العقول والقلوب ويهدينا الطريق الصحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة الحسد أو السحر. ناس كتير بتتكلم أعرف إزاي إن أنا مسحور أو أنا محسود، إن كتير بيقولك عندي مشاكل، دنيتي بايظة وتعبان متضايق، وبيسألوني إن أنا محسود أو معمول لي حاجة. النهاردة إن شاء الله هنقول لكم إزاي نعرف الحسد أو السحر، وأقول لكم كمان إزاي إن شاء الله تروح العلاج. أول حاجة إن شاء الله لازم التزام بالصلاة، وبعد كده إن شاء الله هنتوضى بنية إن أنا أعرف أنا حالتي فيها إيه، محسود أو مسحور. هنقول إن شاء الله نقرأ الفاتحة 7 مرات والمعوذتين 7 مرات وآية الكرسي. ده إن شاء الله لو في حسد. الحسد بعد القراية دي هيبان لك 3 حاجات: صداع، زغللة عين، ومتوبة. كده أبقى أنا محسود. وبيجي كتير ممكن من كلامي عن نفسي، أو يعني ممكن ببقى فرحان بحاجة فبقول فبتحسد، فالحاجات دي بيني إن أنا مسحور. الأعراض دي بقى هنعمل فيها إيه عشان إن شاء الله نبعدها عننا، الحسد بالذات؟ أول حاجة إن شاء الله نلتزم بالصلاة وبالأذكار. تاني حاجة نستحمى بمية بملح لمدة 3 أيام، وبعديها بمية جارية. عشان في ناس يا جماعة بتقول إيه استحمى بملح واسكت، لا، استحميت بمية بملح بعديها على طول بدقيقتين نزل المية العادية على جسمك. سورة البقرة إن شاء الله تقراها لمدة 7 أيام باستفاضة، تقراها بالراحة. وآخر حاجة إن شاء الله تكتر من كتر الاستغفار والأذكار، عشان حصن من الله عز وجل يبعد عنك الحسد دوت وعن أهل بيتك، وإن شاء الله هينتهي خالص. هنتكلم على السحر وإزاي أعرف إن أنا مسحور. طبعا إن شاء الله برضو هنلتزم بالصلاة والوضوء، وهنقرأ سورة البقرة، بس وأنا بقراها هدعي يا رب أعرف ووضح لي أنا مسحور ولا لأ. أنت بتدعي الله، ولا استعنت بشيخ ولا استعنت بحد، فبقراها بنية كشف حالتي. هعرف إزاي بقى لو أنا معمول لي حاجة بعد القراية أو أنا بقرأ يبقى أنا كده مسحور ولا لأ؟ بيحصل لك أول حاجة ما تقدرش تكمل الصورة أصلا لآخرها. ممكن تقف عند آيات معينة وتحس بلخبطة، تحس أنت مصدع، عينك بتدمع، تحس تنميل في جسمك. ولو ما قدرتش ونمت هيجي لك رؤى معينة، تشوف مقابر، تشوف كلاب بتهاجمك، كلاب كتير، تشوف تعابين. حصلش معاك اي حاجة من دول يبقى انت كده فعلا ممكن بتوهم نفسك ان انت في حاجة وانت ما فيكش حاجة. طب لو لقيت الحاجات دي كلها، ايه اللي ممكن اتعالج منه؟ وشفت الحاجات اللي احنا قلنا عليها ديت، وده ان شاء الله هنوضحه في الحلقات اللي جاية. فانتظروني تلفزيون حلوان جنوب العاصمة مع أحمد علي، برنامج السراج المنير.